نحن معكم ضمن حملتنا التي أطلقتها قناة رشد الفضائية تحت هاشتاج عدن عاصمتنا الحبيبة. مقاومة عدن موضوعنا لهذا اليوم، غير أن مراقبين يرون أنها أزيحت عن المشهد بعد تحرير العاصمة المؤقتة، وتم التعامل معهم كأن لم يقاوموا ويضحوا بالغالي والنفيس. وتصدر المشهد بحسب مراقبين حراك إيران بثياب المقاومة وأجندة المخلوع، فعاثت في عدن الفساد، وتم استهداف العلماء والدعاة والصالحين على مرأى ومسمع منهم، إن لم نقل تحت رعايتهم وإشرافهم. مارست تلك العناصر ممارسات لا يتوقع أحد أن تقبلها الشرعية، ممثلة برئاسة الجمهورية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذي يعمل مشكورا لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الميليشياوي